هل تعلم إن جسمك كل يوم بيشتغل في صمت؟ ينظف نفسه من اللي بتاكله ومن الهواء اللي بتتنفسه ومن القلق اللي جواك. بس تعرف إيه؟ في حاجات بسيطة قوي ممكن تساعد جسمك تدعمه وتقويه من غير ولا حبة دواء. أنا كأم كنت دايماً أدور على الحاجات اللي تحميكم قبل ما أحتاج أعالجكم. واحدة من الحاجات دي هي وصفة بسيطة جداً: مياه دافية عليها عصرة ليمونة ونقطة عسل نقي، تشربها الصبح بدري على الريق قبل أي حاجة. تفتكر ليه؟ لأن المياه الدافية بتصحي الجسم بهدوء، والليمون بيساعد الكبد ينظف السموم، والعسل بيغذي الخلايا ويقوي المناعة. انت كده بتقول لجسمك من أول اليوم: أنا معاك ومش بسيبك لوحدك. في دراسات بتقول إنك لو التزمت بالوصفة دي أسبوعين بس، معدتك هتهدى، نفسك هينتظم، جلدك هيصفى، وتركيزك هيزيد. بس في سر تاني. هل تعلم إن تنظيف الجسم مش بس بالأكل والمشروبات؟ جسمك بينضف لما تنظف نيتك وتصفي قلبك وتسامح وتبتعد عن الكلمة الجارحة والغضب والحسد. مشروب الصبح هينفعك، بس قلبك السليم هينقذك. وزي ما بنهتم بالوصفات، خلينا نهتم بالنية، لأن النية الطيبة أنقى من أي وصفة. وجرب تقول كل يوم قبل ما تشرب: اللهم ارزقني جسداً صحيحاً وقلباً نقياً وعقلاً راجحاً. ما تنساش يا حبيبي، علمته المعلومة خلاص؟ لأ، لازم يحبها ويحسها ويعيشها. ومن مطبخ زهرة وبقلب أم بتحبك، قلتلك اللي اتعلمته في سنين علشان تعيشه في 3 دقايق.